ابنك أو بنتك بيلعبوا، سواء كان عمرهم صغير كبير، بيلعبوا في البيت بيلعبوا في الشارع، وارد جدا إن هم لا قدر الله يتعوروا يتخبطوا، ممكن يبقى فيه جرح ممكن يبقى فيه نزيف. طيب هتتصرفي ازاي؟ عادة بيحصل بقى زعيق وهرج ومرج وبنجري ومحدش فاهم حاجة ومش عارفين نتصرف ونبقى مخضوضين. لا، أول حاجة لازم تبقي هادية جدا في الموقف ده عشان تعرفي تفكري. تاني حاجة تعرفي تهدي الطفل وما يعورش نفسه زيادة. تاني حاجة نبدأ نشيل الطفل من المكان اللي فيه الخطر وننقله مكان تاني، عشان لو لا قدر الله مثلا في إزاز أو في حاجة بيدوس عليها أو في نار ما تعملوش جرح زيادة أو وجع زيادة. بعد كده بنبدأ نبص على الجرح ده، هل في حاجة داخلة في الجرح، بحيث لو في حاجة زي إزاز أو حاجة داخلة نبدأ نشيلها عشان ما تزودش الإصابة أو الوجع أو الضرر. بعد كده نبدأ نضغط على الجرح عشان نوقف أي نزيف، ده هيقلل النزيف مهم جدا. لحد بعد كده الخطوة الأخيرة إنك تتوجهي لدكتور الجراحة القريب منك أو المستشفى القريب، هم هيشوفوا الجرح بقى ومكانه والعمق بتاعه ويبدأوا يتعاملوا معاه ويقرروا إن كان محتاج خياطة ولا لأ. طبعا يفضل خياطة تجميلية عشان الأثر بعد كده، لأن الأطفال ربنا يبارك في أعمارهم لسه قدامهم فترة طويلة. أخيرا لو عندك طفل صغير بتبقي مأمنة المكان اللي بيلعب فيه ودايما شايفاه باستمرار ومهيئة نفسك لأي مصيبة هتحصل وتتعاملي معاها. أهم حاجة افتكري إيه؟ بهدوء.